بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيني ربي ألفين ربي توجين بكجير تنتي سنير هاجرات ألفات أكبا جماعة همتو أدد ربي سنير هاكبو الروادني كبني دفني أدو رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرتي كجبامي والرسول لنجدين والرسول لندلقين رسولة دلقمي جدامي أدو بيكي سفجو oduu yoo diqqaatte waggaa 100 ol biyya keessa facaatee namni waan beeyne dhugaa itti fakkaate wahii kijiba tahuu isaa isinii himna yoo rabbi fedhee haga xumuraatti nu hordofaa. wanni sun Sheekh Ahmad Khadimul Hijrati Nabawiyyaa oduun sun manaama wahiiti. nama wayitu tajaajila qabri rasuulaa ka tahe manaama wahii argee manaama san namni akkana godhe akkana taha namni ammoo namaan ergin akkana taha jedhee biyya keessa facaatee namni garii rifatee kun sodaatee manaama jedhamu san yoo rabbi fedhe arra sagantaa kana keessatti dubbannaa jechuu. manaamni sun akki jedhu rasuula rabbitu Sheekh Ahmad ka jedhamu ka qabri rasuulaa zabanyaa eegu tokkotu manaama halkan keessa arge jedha. dhaamsa Sheekh Ahmadiin kun biyyaa dhaametu rasuulatu manaama keessatti natti dhufee waan akkanaa naan jedhe santu biyya keessa faca'ee biyya miidhee kun dhugaa sehee sodaataa jira. waan kana karoora isaa isinii garsiifna. akki jedhu Sheekh Ahmadiin kuni namni oduun tun irraa odeeffamte sun Sheekh Ahmadi يزيل الهم والغم ربي يا دناسو إراديم ساجدا ويرزقه الله خلال 40 يوما. ربي قويا أفرتما كيستي هري غاري أكا إساباتو قد ربي قويا أفرتما كيستي نمني كجبسيسو فقد ابنه في نفس اليوم قويا مسان كيستي إلما إساد أبا إلما إساد إرادو آجد. وفيها قصص واهية كان ملي أدول اللافتو يدو كيس جرا نمني وانا كنا قد أكنتها نمني أكنته أكنتها كجدو جمعة تقر هاga جمعة تقو نمكم هاغنا تدعي إسلام ما ملي تدعي كيلو جروان تيب أدون تن إيرتو هاga مجرشات دبسو دندتني سينان تو واحد دوف كيسك أبتة سينا كجيبا أدو كجيبا منا موان أددا أديسو كيس جرا كناف seenan dheertu waan ta'eef haguma ijoo irraa isin garsiisee waan ulamaan irratti jedhan isin dhageessisuu barbaada. ulamaani akka Ibn Baaz akka Uthayminii viidiyoo isaa akkuma ganaa isin garsiifnu seenan tun kijibaa fudhataman qabdu jechuu murteessan. tokkoffaan Ibn Baaz risaalaa wahii kanarra barreessan caalimni guddaan maal jedhan أن هذه القصة مكذوبة على الشيخ أحمد تقفى أمسك شيخ أحمد الركجي بمملي
ونمني كن جدي متجدا فقد سئل أقاربه وقالوا بأنه لم يقله أصلا في الرئيساء نما إساء قافتني جنان إني وانا كان جن جتشو نمني في الرئيساء كن رقابه جدا لما فا يوشي أحمد جدو يوتاتي نمنامت فيدمنو شريعان اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا متاهي أمي قوتمي وانتيف حنكنا تكوك أباتي رسولي مناما وانو دامو متيججو سدفا يو كما شي أحمد جدو يوتاتي كما ناما كيس التلوفي نبي ربي عليه الصلاة والسلام أسونتهن شيطانتهم ملوانته سبب كناف مناما إساء جج إساء إني جدو باتي اتن فيدمنو اتن دلين واحد في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة دمك اتن أرقم شي أحمد كن أكما روان قرين جدو إني أصومتها وأرقماله الربا كيسيون أرقنيجد قافا أكا أدوسا نتديمني رسولي مناما كيسا ملي إجان أرقمون كجبا ومن زعمها من الصوفية بأنه يشهد المواليد والرسوفيو ترى رسول مولد دفي وانا كناته جدسن دبين سن أغاء سنتهن كجبته أسمانوه بدأججو لما فا رسول فالا أغان جد رسول أغا دبتا ملي فالا أغا هاق جروفي إيغدو إلين دبتو أسكيستي أكما سي دبتمي فالا شريعة وان دبتمي تهدو رسول فالا شريعان جد وان سنكيسا تقفان جمعة تقر هاق جمعة تقوتي نما كما دبا تقوفي كما جهاتما تدعا كما دبا تقوف كما جهاتما دؤسون مرو إسلام مامل الرت دعا تربان تقو كيست نما كما دبا تقوف جهاتما دعا جتشون علمي غيبتي بكم سا ربي مالي نمي تقوم بين رسولي غيبا هاق جرولي إن بيكن جن إيقادو أنين غيبا بيكا يجون فالا شريعة قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب أن غيبا لين بيكو جد إتيمي جد رب نبي محمد الثاني لما فان من الأمور الدالة على بطلان هذه القصة وأن قصان باطلته أكي كرا كلما فا جج إساتي نمنه يسته برسي أغناه الله رب إسدرومس يو دين النمال الرجراتي قضى عنه رب سرا كفلا يو كدلي يو إسر رجراته رب دلي إساتف كهاد أبال إسافج دبين تنكجبته دلقي تكملتي متما حركان أمس رسول لجد كان برسيتين ما إرغوتف يو هي يسلي تاتي درومتا يو نما دين الرجل تاتي رب سرا كفلا ربي أكنا نسرا كفل معصياتي توبة سرات إسين إيسا مالي ربي متى ورقا كان بريسو تنسين إيسو حديثة كم كيسا سبتمي قرآن كم كيسا سبتي رسول نوحي ميجو ميمال توان كان أكيكا أسو متى وبريسو تنكدرو من تاتي دلي نمرا ديفا متاتي ديني نمرا كفل متاتي سلا ور قرآن بريسو تجهنغفت رسول ربي عليه الصلاة والسلام نوهيمي نمي قرآن بريسو معسيان إسان راكمو ديني راكفلمو أكسوما ديني راكفلمو سلا رسول ورم قرآن بريسو تنهيما يجو فلمو سلا رسول ورم قرآن بريسو تنهيما يجو أمر صدفا واني كجيبا كان رتاكيكو ومن لم يكتبها من عباد الله نمني وان كان بريسن اسود وجهه في الدنيا والآخرة دنيا فآخرة اللي فولا إسات تقرات شواجد ودو ديرتو تنا كيستي وهذا أيضا من أقبح الكذب كجيبا كيسا كجيبا إرفوكتا نمي رسالتنا بريسي إنجدين فولا إسات تقرات شوا مالف دبي تنجد أن akka namni marre irratti wal saamee irratti wal dorgomee barreessuuf jechuudha. Kijiba ta'uu waan dhara qaayida akkuma shararii iyyanii wacanii galata hin qabne ol waan silaa hin jirre ol namaa himanii akka namni irratti wal fixee barreessu godhanii jechuudha. Afraffaan
من صدق به نمني دغومس ينجو من عذاب النار نمني دغومس عذاب جلا نغابا نمني امو كجبسيس ان كفر يوجد ايجو كناف سيننتم كجبته حاجه اسي اول دبرسني كيست كوباتو دندتني جتن جدي ابددا كناف فيديو شيخ عثيمين عالم قدا قبر رسولاتي وجين هردوفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه سمعت أو قرأت عن تلك الوصية التي تلقاها الشيخ أحمد حارس الحرم النبوي الشريف وهو نائم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بها تنبيه المسلمين في تقليل الفساد واتباع الطريق القويم إلى آخره. ثم قرأت كتابا صادرا عن مؤسسة في المملكة العربية يكذب تلك الوصية، فما هي الحقيقة أصلا وفقكم الله؟ الحقيقة أصلا أن هذه الرؤيا المنامية كانت تشاع وتذاع من قبل أكثر من 100 سنة، وقد تكلم عليها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وبين أنها مكذوبة وباطلة. وكذلك أيضا في المملكة العربية السعودية تكلم علماؤها على هذه الوصية وبينوا أنها باطلة ومكذوبة، وهذا هو الحق. نعم. وإذا كان لابد لقبول الخبر من معرفة المخبر به وكونه عدلا غير متهم، فكذلك هذه المسألة. فمن هو أحمد الشيخ أحمد خادم الحرم وما حاله، وهل هو ثقة أو غير ثقة؟ ثم إن هذه الوصية تقتضي أن يكون الدين غير كامل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما توفاه الله حتى أتم به الدين، وحتى كانت المواعظ الموجودة في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية للأمة مقومة لعقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومناهجهم في حياتهم، فليسوا بحاجة إلى مثل هذه الرؤيا المنامية المجهول صاحبها عينا وحالا. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعتبرها صحيحة ولا أن يشيعها بين الناس، بل عليه أن يمزقها ويحرقها سواء أتت إليه أو رآها عند غيره إذا تمكن من ذلك، وإلا فلينصحه في إحراقها وإتلافها.